تخصهن من لوازم الطبخ الخاص بهذه المناسبة، مستلزمات يأتي على رأسها الرابوز الذي إن لم يكن مركونا في إحدى زوايا المطبخ فلا بد من شرائه. عنده أهمية كبيرة. إلا ما كاينش الرابوز ما زندت العافية. حتى شي واحد ما كيتستغنى على الرابوز، حنا مغاربة وكل دار كتلقاي فيها. ايوا هذه العويفية ما تشعلش. ايوا ما خشين باش تصوتي على العويفية باش تشعل لك. زنقة سيدي إسحاق المتفرعة عن ساحة الرحبة القديمة فضاء لم يعرف قديما إلا بصناعة وبيع الرابوز، ليتقلص عدد حرفي هذه الأداة اليدوية التقليدية إلى 4 أو 5 محلات تكاد لا تشتغل إلا بصفة موسمية. المنتج الصناعي التقليدي واحد المزج ما بينه وبين المطعمين اللي اصبح الان الرابوز كيتطعم بالاسلاك المعدنيه او بالعظام او بالقرن اللي ولا كيتسوق كمنتوج يعني للتزيين والتجميل البيوتات والصالونات ديال الاجانب بالاخص. والان تنشوفوا ان يعني المستهلك المغربي بدا كيتعاطاه بشكل يعني تراثي تقليدي ثقافي. وعيد الأضحى المبارك هو فضلا عن ذلك مناسبة للتذكير بأهمية العناية بحرفة صناعة الرابوز من قبيل تكوين الحرفيين ومساعدتهم على تسويق المنتوج، خاصة وأن الرابوز أصبح من مقتنيات السياح الأجانب بغرض إذكاء لهب المدفأات أو لاستعماله كديكور. في الأخبار الدولية، ارتفعت حصيلة الغارات التي شنتها طائرات قوات النظام السوري على مناطق إدلب وحلب وريف دمشق إلى 100 قتيل على الأقل وعشرات الجرحى، وذلك ساعات بعد إعلان اتفاق أمريكي روسي حول إقرار هدنة بسوريا. نبيلة أزرقان. تستعد وكالات الإغاثة الإنسانية في سوريا لإدخال مساعدات طارئة للمدن والبلدات المحاصرة إذا نجح اتفاق وقف إطلاق النار الذي توصلت إليه روسيا والولايات المتحدة. وقالت منظمة أنقذوا الأطفال إنها تخزن المواد الغذائية والدواء حتى يتم نقلها بأسرع وقت ممكن مع دخول وقف إطلاق النار حيز تنفيذ يوم غد الاثنين. هذه التطورات تأتي في الوقت الذي تعرضت له مناطق في إدلب وحلب الخاضعة لسيطرة المعارضة لغارات مكثفة أسفرت عن مقتل 100 شخص على الأقل بحسب نشطاء المعارضة. وقال النشطاء إن نحو 60 شخصا على الأقل قتلوا في غارة على السوق الشعبية بإدلب. وكانت واشنطن وموسكو أعلنتا التوصل لاتفاق خطة تهدف إلى خفض العنف في سوريا وتؤدي في نهاية المطاف لعملية انتقال سياسي تضع حدا نهائيا للحرب الدائرة منذ 5 سنوات. وبموجب الاتفاق ستتوقف الحكومة السورية عن تنفيذ أي طلعات جوية حربية في مناطق محددة خاضعة لسيطرة فصائل المعارضة. وعلى الساحة في اليمن، شنت مقاتلات التحالف العربي مساء أمس غارات جوية استهدفت محيط دار الرئاسة بالعاصمة صنعاء ومطار